مساء الخير عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست التمانيناتي. معاكم محمد شاهين، ويلا بينا نبدأ في الموضوع على طول. السيزون اللي فات واحنا بنتكلم عن البيزنس، لو تفتكروا كان في حلقة بتتكلم عن ازاي تختار اسم للبيزنس بتاعك، وازاي تحافظ عليه، وازاي ان الاسم ده يعني ينعكس على شغلك، وان انت بمجهودك وشغلك والتزامك بكلامك مع الناس ان الاسم دوت يبقى له مكان ويبقى له وضع في السوق وهكذا. استكمالا للنقطة دي، في موضوع كان لازم أتكلم فيه ساعتها ومش عارف تاه عن بالي إزاي، بس لازم أتكلم فيه دلوقتي. في businesses كتير، في أسامي كبيرة، شركات كبيرة سواء في السوق المحلي أو في السوق العالمي، بتختار شعار يمثل يعني تكملة أو استكمال للشكل العام للبراند بتاعي. أشهرهم طبعًا على الإطلاق براند نايك، تمام، بيكتب تحت الشعار، تحت السلوجان بتاع نايك علامة الصح دي، يقول لك إيه just do it، صح كده؟ وأصبح أشهر من نار على العالم، وكل الناس تقريبًا عارفة معناه. البس منتجات نايك واعمل اللي عايز تعمله do it. فالموضوع لطيف، موضوع حلو، جميل، جميل. الطبيعي إن الشعار المكمل لاسم الbusiness بتاعك ده إنه يستفز الزبون بتاعك. ده طبيعي، عادي جدًا إن هو يستفز الزبون. فلمّا تيجي حضرتك تقول لي أنا كذا، أسرع delivery في مصر، الزبون غصب عنّه هياخده كتحدي. طب ورّيني بقى، أنا هاطلب أهو وأشوف أسرع delivery في مصر ده عامل إزاي، تمام؟ أنا فُلان، أقوى شبكة في مصر. طب يا باشا أنا اشتريت خَط من عندك والشبكة هنشوف بقى شكلها عامل إزاي. الشعار اللي أنت بتقوله في حملاتك الإعلانية ده مش سهل، يعني مش سهل يعدّي كده. لازم تختاره بدقة جدًا وبحرفية جدًا، وأكتر من الاتنين دول إنك تختاره صح، تختاره على قد أنت ما تقدر تشتغل. ما ينفعش أنا كbusiness أقول أنا هاعمل كذا وأنا غير قادر أصلًا إن أنا أعمله، أو قادر إن أنا أعمله بنسبة أقل من المتوقع. ما هو الزبون دلوقتي بيدفع مقابل خدمة معينة، ومتوقع قيمة معينة مقابل السعر اللي بيدفعه دوّة. القيمة دي لو أنت قدمتها تساوي التوقعات، الزبون هيقبل. أعلى من التوقعات يا سلام، خير وبركة. لكن لو أقل من توقعات الزبون بتاعك، أنت هتخسر business. من الأول ما تختارش شعار يا باشا، من الآخر كده، سيب البراند وخلاص. يعني مثلًا لو إحنا هنخش بقى في التفاصيل والكلام اللطيف ده، تمام، إحنا عندنا شعارات في مصر كتيرة جدًا ورنانة جدًا وكدابة جدًا. يعني مدرستي نظيفة جميلة متطورة ومنتجة. هو فين ده؟ مدرستي نظيفة، ده مقلب زبالة، ده أبعد ما يكون عن النضافة. جميلة، فين الجمال؟ يعني أنا عايز أشوف فين الجمال. الأبنية التعليمية يا جماعة من أقبح المباني اللي الواحد بيشوفها في حياته، تصميمًا وإنشاءً وكل حاجة. هم مصر على عظمتها في البناء، وعلى تعاقب الحضارات اللي جات عليها، وعلى الطرز المعمارية اللي موجودة متنوعة في مصر كلها من طولها وعرضها لشرقها لغربها. آآ وآجي في الآخر أعمل أبنية بالمنظر ده. أنت لو جبت أفشل طالب في أفشل كلية في أفشل قسم هندسة معمارية في مصر، هيعمل مباني أحسن من كده. أنا مش شُفت جايبين مين عاملها بصراحة، متطورة. في تطور في الموضوع، وإحنا ما زلنا لغاية دلوقتي قاعدين على ديسكات، ديسكات إيه والله حرام على ديسكات، على تُخَت خشب بتقطم ضهر العيال،
والتختة اللي الواد قاعد عليها دي ممكن يكون أبوه قعد عليها في نفس المدرسة قبل كده، عادي جدًا. وييجي بقى في الآخر بقى البجاحة بقى تكتمل، يقول لك إيه: ومنتجة. هي المدرسة بتنتج إيه؟ شوية أجيال متخلفة عقليًا، يعني غير قادرة على مواكبة التطور في الحياة، دي الحاجة الوحيدة اللي المدرسة بتنتجها. اللهم إلا عشان برضه الواحد يبقى مُنصِف يعني، المدارس الثانوية الزراعية بيبقى فيها قسم إنتاج خارجي، بيعملوا منتجات ألبان، بيعملوا مخلِّل، مربّات، مش عارف إيه، دي المدرسة الوحيدة اللي أبصم لها ب10 إنها مُنتجة، غير كده ما فيش مدرسة مُنتجة يا باشا، إحنا بنضحك على بعض، تمام. ف تاني يا ريت ما نحوّرش على بعض، لإن معلش إحنا مش هُبل يعني، من الآخر إحنا شايفين، وإحنا كنا في وقت من الأوقات في المدارس اللي كان مكتوب عليها الكلام ده، فما نحوّرش على بعض، تمام، تمام. فأنت دلوقتي قدّامك حاجة من الاتنين، هي طبعًا النصيحة الأولانية لا تكن كوزير التربية والتعليم اللي أصَرّ إن هو يعمل الشعار ده على المدارس، أنا مش عارف هو مين، يعني ما أعرفش الموضوع ده حصل في عهد مين، عشان برضه ما ابقاش مفتري، أنا راجل سايب التعليم بقى لي 20 سنة، تمام، ما أعرفش، بس إحنا صحينا في يوم من الأيام لقينا على جدران المدارس الشعار ده مكتوب، وعلى فكرة كان مكتوب مدرستي نظيفة جميلة متطورة بس، بعدها بسنة أو بسنتين حطّوا منتجة لزقوها في الموضوع يعني. المهم، لا تكن كوزير التربية والتعليم اللي عمل كده، ما تكونش واحد بتاع شعارات بس، ما تكونش واحد بتاع كلام من غير تنفيذ، أقوال لا أفعال، ده مش شغل، تمام، ه هتمشي سنة، 2، 3 مسيرك هتُقع، لازم هتُقع لإن أنت بتستفز زبونك، نتكلم بصراحة أكبر، الدنيا ما بقتش رخيصة، عارف إن هي مش رخيصة عليك ك كصاحب مكان أو كصاحب business، بس برضه الدنيا مش رخيصة على الناس. اللي بيشتري أكل، اللي بيروح ياكل برّه، اللي بيجيب حاجات ممكن تتعمل في البيت، إن هو يروح يجيبها من برّه بيبقى مضطر، فبيدفع فلوس مقابل قيمة هو مستنيها، مقابل قيمة أنت بتقول له إن الحاجة دي كويسة، فهو مستني قيمة معيّنة، لو ما لقاهاش أنت مش بس هتخسر business، أنت هتتفضح، السوشيال ميديا ما بترحمش حد دلوقتي. ده لو واحد راح جاب ساندوتش ب10 جنيه وما عجبهوش، هيعمل بوست طويل عريض قبل كده ويصور الساندوتش ويصور المحل ويصور العمال ويقول لك مش عارف إيه وعملوا فيّا وعملوا فيّا وخلّوا فيّا وحرام عليكم وإحنا مش بنلاقي فلوس في الأرض و. فضيحة. زمان الكلام ده ما كانش بيحصل، دلوقتي لأ يا باشا كل واحد هيطلّع موبايله ويصور. فلو أنت مش قد إنك تعمل business يرضي تطلعات الزبون ما تعملوش، مش قد إنك تكتب شعار، أنت ممكن تكون عامله كده كنوع من أنواع الbusiness يعني كده حاجة trend أو حاجة مش عارف إيه، لأ ما بتمشيش كده، ما بتمشيش كده خالص، إحنا دلوقتي في عصر الناس بتُقف الناس على واحدة، في الشارع، بالكلام، بالنظرة، مش عارف إيه، فأنت تيجي تاخد منّي فلوس مقابل حاجة أنت قايل لي إن هي واو، وآجي أمسكها ألاقيها بقى باردة، ألاقيها مش مستوية، ألاقيها مجلدة، ألاقي التتبيلة مش واصلة لجوّه، ألاقي مش عارف النعل فَك من مش عارف إيه، أي مشكلة أيًا كانت المشكلة في الbrand في المنتج بتاعي إيه، أنا هاتفضح، فخلّيك قد كلامك، هتقول حاجة اعملها، مش ناوي تعملها ما تقولهاش أصلًا، عشان هتيجي تعيّط بعد كده، صدّقني هتيجي تعيّط بعد كده، الناس ما بترحمش. فما تجيش أنت عامل business دافع فيه فلوس ودافع فيه وقت ومجهود، وفي الآخر عشان كلمة مش قادر تنفذها وأنت اللي عارضها بنفسك تخسر كل ده، طب على إيه؟ ما تقولهاش أصلًا يا باشا، أو قولها واطلع قدّها، ما فيش option تالت، صح كده؟ تمام، أتمنى يكون اللي أنا عايز أقوله وصل، وأتمنى تكون الحلقة عجبتكم وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله على خير، سلام.